دش سخن كده من كابتن رضا عبد العالي لاعبي الهلال السوداني. خلينا نسمع ونرجع لبعض مره تانية. في مباراه النهارده، فانت الهلال ما تلومش الا نفسك. انت فرطت اغلى مباراه كانت في التاريخ بالنسبه لك. كنت هتيجي النهارده تحصيل حاصل، وكنت هتيجي بقى تتفسح النهارده وتروح الاهرامات وتنزل النيل اللي عندنا عندكم، ومفيش اي مشكله. يعني ربنا بيحب الاهلي وجمهوره يا كابتن. ما احنا بنقول لك بقى انت ما تلومش الا نفسك. انت حطيت نفسك قدام القطر بحته ضياع ضربه الجزاء دي. ما تفكرش ان انت تيجي تكسب الاهلي هنا في وسط جماهيره. ما قروش التاريخ يا كابتن من خلال تصريحاتهم. سيبك يقروا التاريخ ما يقروش التاريخ. انت كل العوامل بتصب في مصلحه النادي الاهلي على الأهلي. ارضه اخر ماتش وماتش فايصل. لا وبعدين اقول لك على حاجه. هو انت تخيل مثلا ان انت تيجي تتعادل معانا، او ان انت تيجي تكسبنا وما كانش خلي بالك هو كان عنده قلبان. فرص كتير. اي ما تعادل كانش او هيحصل. يخسر 2-1 او يخسر 3-2. بص بغض النظر يا انت فاهم، بغض النظر انا بكلمك على ان انت فرطت فيها هناك. خلاص انسى. انا 1-0 النادي الاهلي يوصل، 2-0 النادي الاهلي يوصل، 3-1 النادي الاهلي يوصل. فانت الاهلي مش هيفرط فيها. صح. لان لو فرط فيها كل ده يمشي. مجلس اداره مع لعيبه مع بقى جهاز فني كله بقى. انت فاهمني؟ لان ده جت من عند ربنا. يعني جت من عند ربنا، وربنا اداك نعمه، والجمهور كان موجود كمان بيساندك. لا انا اداك نعمه ما تفرطش فيها بقى. وبعدين ده ماتش على ملعبك. انت عارف امتى بقى تقلق؟ لو كان الماتش التاني هناك في السودان. صحيح. طبعا هتلعب في الوقت اللي هو بالنهار، اللي هو الظهر ده بس كان برضه في رمضان. ما تعرفش كانوا هم بيفكروا ازاي صيام. لا هيلعبوك كده. ما بص، ما دلوقتي يعني انا هيبقى في صالحي ان العبك في الوقت ده اللي انت تبقى متضايق منه. مش انا، هم اللعيبه. ايوه لعيبه الاهلي يعني برضه مش متعود بيديني ميزه. انا واخد على الجو، واخد على الطقس، واخد على الملعب، واخد على وبعدين ما فيش جماهير. انت فاهمني؟ فكل الحاجات دي كانت هتصب في مصلحه الهلال لو الماتش التاني هناك. انما انت خلاص بقى انت فرطت فيها هناك، ما تلومش الا نفسك. فانا بقول لك انا النهارده مبسوط كل الانبساط، مش عشان الاهلي كمان كسب، لا ده عشان 50,000 متفرج كانوا في الاستاد. طب احنا بعد كده هل هنشوف بقى الاستاد مليان في كل ماتشات بقى، سواء منتخب مصر، اهلي، زمالك، بيراميدز؟ هل هنشوف الكلام ده ولا هي دي بس؟ تمام. لا هو طبعا تجربه حلوه جدا بس ونجحت بشكل يعني رائع واستفدنا منها. بعد ما احنا عندنا التنظيم كويس وكيفيه. يعني الحقيقه انا صفحه النادي الاهلي او النادي الاهلي من خلال طبعا تنظيمه ان كان في اتوبيسات موجوده بتوصل الجماهير في مداخل معينه، وابتدوا يعملوا ينشروا الموضوع على السوشيال ميديا ان في اماكن بتخش لها من اني طريق، حاجات كتير. والتنظيم مهم يا كابتن برضه. وربنا لو ما في حتى اتوبيسات والجماهير هتاخدها مشي من العباسيه لغايه الاستاد، ما عندهاش مشكله. ما عندهمش مشكله طبعا. بس المهم ان هم يحضروا بالكثافه دي. صح. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان عتاب كده كابتن رضا عبد العال لفقدان التأهل لفريق الهلال السوداني. لكن الحمد لله طبعا النادي الاهلي دائما وابدا في الموعد، واستغل كل الظروف اللي اتيحت ليه. طبعا لقاء كان صعب جدا، قدر النادي الاهلي بنجومه الكبار يحسموا التأهل لصالحهم، وهو ده النادي الاهلي. والنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم لو تخطى عقبة الهلال السوداني هيوصل لما هو ابعد طبعا من ربع نهائي دوري الابطال. ان شاء الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي بهذه البطولة، لما لا؟ يعني النادي الاهلي واخد على هذه الاجواء، ولما عودنا دايما ان لو النادي الاهلي وقع بيرجع مرة تانية كالأسود. فإن شاء الله الفوز يكون حليفنا فيما هو قادم، وتحقيق جميع البطولات اللي مشارك فيها النادي الأهلي بإذن الله، ويعوض جماهيره طبعا بفقدان بطولة الدوري لموسمين متتاليين إن شاء الله. ودوري أبطال أفريقيا أيضا تكون في ضمن الحسابات الخاصة بالفوز بيها إن شاء الله تعالى. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى لو وصلت معايا للنهاية تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.